السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفة رائعة اقتصادية ومقرمشة ومعسلة. فعلا هذه الوصفة تستحق التجربة. قرمشة تاع هذه الوصفة راكم سمعتوها في بداية الفيديو، اما البنة والتحسال ما نهدر لكمش عليه، لازم تجربوها. اقتصادية بالزيت فقط وبحفنة يعني بكمشة تاع كاوكاو، غادي تحضروا احلى معسلة ان شاء الله. احتفظوا بالوصفة للشهر الكريم، هذه الوصفة تستحق التجربة. بسم الله، نبداو في تحضير العجينة تاعنا اللي نحتاجو فيها حبة بيض، وهنا غادي استعمل انا كيل صغير، يعني على حسب الكمية تاع الكاوكاو اللي تكون عندكم. انا درت غير فنجان صغير حبة بيض، فنجان صغير تاع الزيت راكم تشوفوا في الفنجان، وفنجان صغير تاني نفس المكيال تاع ماء الزهر، حبة بيض، فنجان زيت، وفنجان ماء الزهر، وفنجان تاع الحليب، ورشة تاع الملح. ونخلطوا هذه المكونات الكل مع بعض. كما قلت لكم، شفتوا الفنجان اللي استعملته انا، تقدروا تكبروا المكيال باش تعطيكم كميه كبيره من العجين، يعني على حسب الكميه تاع الكاوكاو اللي عندكم. ولكن هذه الوصفه تخرج لكم كميه كبيره، يا لو كان بهذا الفنجان الصغير تاع القهوه تخرج لكم كميه لباس بها. ودوك تشوفوا معايا الكميه اللي عطاتهاني، يعني ما شاء الله. غير بشويه تاع الكاوكاو وتحضروا احلى معسله. بعد ما خلطت هذوك المكونات الكل اللي درناهم مع بعض، نبداو هنا نلمو العجينه تاعنا بالفارينه. درت مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه حوالي 5 غرام، وشويه تاع لافاني، ونلمو بالفارينه. هذا مكان انا هنا دات لي اكثر من 6 فناجل تاع اللي درنا بهم السوائل تاع فارينه. نتوما على حسب الفارينه تاعكم، لا تشرب ولا ما تشربش. انا هذه الفارينه تاعي راني مجربتها في شحال من وصفة ما تشربش، يعني دات لي كتر من 6 فناجل تاع الفارينة. المهم نتوما بقاو تلموا فيها حتى تحصلوا على هذا القوام. العجينة تاعكم ما تكونش تلصق، يعني لا سطح العمل ولا في يديكم. غطوها وخلوها ترتاح. على قد ما خليتوا العجينة تاعكم ترتاح غادي تعفكم وتعطيكم الطوع. كيما عجينة البقلاوة كي نخدموها لازم نخلوها ترتاح. انا هنا صراحة خليتها غير نصف ساعة ولقيتها ارتاحت، لانه العجينة ماشي يابسة بزاف، طرية وتسعف. نحلو العجينة تاعنا على سمك يكون رقيق، على خاطرش غادي نديرو لها من بعد نطووها. نحلها بهذا الشكل، يكون كبير ومربع كبير. نحاول نحلوها على شكل مربع كبير ولا مستطيل كبير، المهم ماشي شكل دائري. بالمايزينا شفتوا السمك لازم يكون رقيق. نحاولوا نديروا هذه الاشرطه في الحواف، منه من زوج، يعني نتحصلوا على 3 تاع الاشرطه بلا ما نوصلوا للوسط. راكم تشوفوا في الفيديو عادي نديروا دائما المايزينا قبل ما نطوي. راكم تشوفوا ندير المايزينا بلا ما نكثروا بزاف. هنا كي جاني هذاك الحواف طويل، قلع حتى لازم يكونوا متساويين، سيو ديروهم متساويين. نعاود نطوي، نعاود ندير مايزينا، نطوي ندير المايزينا، لكن بلا ما نبالغوا في كميه المايزينا. كاين اللي يديروا كميه كبيره تاع المايزينا من بعد غادي تجيكم فيها بنه المايزينا. انا ندير في المايزينا راكم تشوفوا، بصح يعني كميه يعني معتبره، بصح ماشي ديك المبالغ فيها باش ما تجيكمش فريمون فيها ريحه المايزينا تبان. المهم خليتها عاودت ارتاحت بعد ما طويتها ودرت المايزينا كما شفتوا. نعاود نرش المايزينا هنا تاني، لازم تخلوها ترتاح خاطرش تاني غادي نعاودو نحلوها. هذوك الطبقات اللي درناهم ودرنا بيناتهم المايزينا هما اللي غادي يعطونا التوريق من الداخل. راكم تشوفوا السمك اللي حليت عليه كي ترفدوا ورقه من هذوك الطبقات تشوفوها رقيقه. هنا تحبسوا باش تعرفوا السمك تاع العجينه اللي تحلوها عليه. رفدوا يعني طبقه من هذوك الورقات التوريق وشوفوها، كي تشوفوها رقيقه حبسوا. هنا رحت جبت الكميه تاع الكاوكاو. هنا فريمون قلت لكم غادي تحتاجوا غير كميه قليله ودير لكم احلى معسله ان شاء الله. باذن الله نرشوا كامل السطح تاع العجينه تاعنا بالكاوكاو. هنا بغيتو تكتروا، الا كان عندكم الكميه تاع كاوكاو مليحه كتروا، ما كانش عندكم غير رشه كيما هاك وتكفي. الكاوكاو يكون محمص مليح بطبيعه الحال، وتطحنوه عادي كيما نطحنوا تاع تاع البقلاوه. هنا كي تطووا يعني في كل طيه السمك تاعها ولا العرض تاعها يكون 3 دوا، يعني 3 اصابع، وتطووها 3 مرات فقط
وتقطعوا. العرض تاع يعني الحربوش ولا المستطيل اللي نديروه غادي يكون 3 أصابع، ونطووا 3 مرات ونقطعوا، ومن بعد نجو نشكلوهم هنا مثلثات صغيرة ولا كبيرة، لكم الاختيار، نتوما تحكموا في الحجم تاعكم. هنا الفرن تاعي هنا راني شعلته نار هادئة. السني تاعي دهنته بكمية مليحة تاع السمن ولا الزبدة كيما تبغوا اللي عندكم، ونحط المثلثات تاوعي في السني. نعاود نكمل مع الحربوش الثاني اللي بقى لي. هنا هادو صغرتهم شويه على الاولين، وانتم كيما تبغوا صغروهم ولا تكبروهم، يعني لكم اختيار. نعاود نسقيهم ولا نطليهم مليح بالزبده ولا السمن، نطلوهم مليح وندخلوهم يطيبوا الطياب تاعهم كيما البقلاوه، حتى تشوفوهم يعني تورقوا وخداو اللون احمر من تحت. السنيد تاعنا نطلعوه الفوق، ما نديروهش في الوسط، نحاولوا نطلعوه شويه على الوسط، نار هادئه. كل وحده تعرف الفرن تاعها. كما راكم تشوفوا هنايا بعد نصف ساعه بداو يتورقوا، راكم تشوفوا، وبداو يحمروا لي شويه. هنا نعاود نخرجهم وندير لهم كميه اخرى تاع السمن، ومن بعد نهود السنيد تاعي للاسفل، نشعل من الفوق النار الثاني هادئه، ونخليهم يتحمروا في غرضهم. يعني كي يتحمروا لكم من تحت ويتورقوا، عاودوا جبدوهم زيدوهم شويه كميه تاع السمن وعاودوا دخلوهم. هنا من بعد ما طابوا راكم تشوفوا نغمروهم بالعسل. هنا من الاحسن انا نشوفوا السنيد تاعي كبير، نتوما ماذا بكم ديروهم الا كان درتو كميه قليله كيما تاعي، ديروها في السني صغير باش الحسل يجيكم فريمون تعوم في الحسل. ولا الا درتو في سني كبير ما عندكمش مثلا سني صغير، قلعوها حاميه مباشره، ديروها في صحن ولا شكون شويه عريض وغمروها بالحسل. لازم الحسل يدخل فيها دوك الطبقات اللي درناهم في التوريق من الداخل، وخلوها تتعسل مليح، ما تقلقوش عليها حتى تتعسل مليح. يعني درتها الصباح حتى العشيه باش صورت معكم هاد اللقطات الاخيره. سمعوا لي هذاك التقرميش وهذاك التوريق مورقه حتى للقلب معسله. كما قلت لكم غمروها مليح بالحسل، اعطوها الكميه الكافيه تاع الحسل. ان شاء الله جربوا هذه الوصفه، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. صراحه هذه الوصفه والله ما تنشبع، بنينه بنينه ومقرمشه وسهله التحضير واقتصاديه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالجيم والاشتراك، وخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما، ونقولكم الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله، دائما مع الوصفات السهله والبسيطه. الى اللقاء.